السلام عليكم يا شباب. في تايب غريب في التايب سكريبت اسمه نيفر. لو فاكر ان النيفر هو نفسه الفويد فانت محتاج تعرف الفرق ده. النيفر معناه ان الفانكشن مستحيل ترجع اي فاليو لانها ببساطه مش هتوصل لنهايه التنفيذ، يعني الكود بيقف قبل ما يحصل اي ريتيرن، وده بيحصل غالبا في حالتين: يا اما الفانكشن بترمي ايرور او بتدخل في لوب لا نهائي او ما يسمى الانفينيت لوب. في المثال ده اول ما الايرور يحصل تنفيذ الفانكشن بيقف فورا، وبالتالي مستحيل ترجع اي قيمه. علشان كده نوع الريتيرن هنا هو نيفر، ومش شرط يكون في ايرور حتى لو الفانكشن فصلت شغل للابد. لو واخد بالك في المثال ده في وايل ترو، فهي برضو مش هتوصل لنهاية التنفيذ، وبالتالي التايب سكريبت بيعتبرها نيفر. كمان التايب سكريبت بيستخدم نيفر علشان يتأكد انك غطيت كل الحالات في السويتش. لو ضفت كيس جديدة ونسيت تتعامل معاها فالتايب سكريبت هيظهر ايرور اثناء التطوير، وده بيساعدك تكتشف اي حالة ناقصة بدري ويقلل من الاخطاء اللي ممكن تظهر بعد كده في البرودكشن. وبكده لو اتسألت في اي انترفيو ايه الفرق ما بين الفويد والنيفر، الفويد يعني الفانكشن خلصت ومرجعتش اي قيمة، اما النيفر معناها ان الفانكشن اصلا عمرها ما هتوصل للنهايه. انا محمد، وده كان فيديو جديد من سلسله فرونت اند انترفيو، واشوفكم في السؤال الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.